تفاصيل برنامج رامز نيفر اند. الفكرة، يا ترى الفكرة بتدور حوالين ايه السنة دي؟ الفكرة بتدور عن طريق ان فريق عمل رامز جلال بيحاول يقنع الضيف بانه جاي يصور حلقة دعاية عشان معالم السعودية اللي هيفتتحوا، وكمان بانه يجربها. وبيبدأ فريق العمل للبرنامج يجهز الضيف للمقلب، والمقلب عبارة عن جزئين. أول جزء عبارة عن فريق العمل بياخد الضيف عشان يتفرج على عرض لمصارعة التيران، ومن هنا هتبدأ بقى المصارعة والعرض. وفي وسط العرض الثور هيجري ورا، أو بيكون الضيف راكب على ظهر الثور، وبيحاول رامز جلال يرش الضيف بمسدس المية اللي هيكون معاه، وبيقع الضيف بسبب الرملة اللي في الأرض، وبيكون حوالين الضيف أسلاك شائكة، ومش بيبقى عارف يهرب أو يعمل حاجة. وبيحاول فريق العمل ينقذ الضيف، وبتحصل شوية حاجات هنا بقى زي مواقف محرجة وصعبة. بعدين بيروح الضيف للجزء التاني من المقلب، واللي بياخده في الضيف على مطعم طاير على بعد 50 متر من الأرض، وده عشان يشوف المدينة من فوق. ولما بيرتفع المطعم بعدها بيبدأ المطعم يتحرك حركة عشوائية وغريبة، والأكل بيبدأ يقع، وفريق العمل بيقنع الضحية إنهم فقدوا السيطرة على المطعم. وبتبدأ الناس تقع من المطعم المتعلق في الجو، وبيحاول ينزل هو والضيف بحبل علشان يوصل لبر الأمان. وبعد ما ينزله بيكشف رامز جلال للضيف عن شخصيته الحقيقية، وهنا يعرف الضيف ان كل اللي حصل ده كان مقلب من رامز جلال. وكده بيكون خلص المقلب.